تالت مجال لو عايز تشتغل فريلانسر ويبقى عندك مصدر دخل اونلاين، هو وبعيدا عن المصطلحات الكتير اللي ممكن ناس كتيرة ما تعرفهاش، الموضوع بكل بساطة هو ان انت تبقى مسؤول عن التسويق وانشاء وادارة الاعلانات الممولة للغير. حد عنده بيزنس، عنده بيبيع منتجات، بيبيع خدمات، وعايز ان هو يسوق لنفسه او للبيزنس بتاعه على الانترنت، ايا كان بقى فيسبوك، انستجرام، ايا كان. انت اللي بتبقى مسؤول عن الكلام ده كله. هفهمك ده بقى بكل بساطة ومميزاته ايه، لان الموضوع ده برضو جه معايا بالصدفة بعد ما اشتغلت في المجال الاول اللي شرحته، بعد ما اشتغلت في المجال التاني اللي شرحته برضو. الموضوع ابتدى يتطور معايا ان انا عايز اتعلم اكتر ازاي اعمل اعلانات ممولة وازاي اسوق لنفسي وافهم اكتر عن التسويق عشان خاطر اطلع نتائج لنفسي انا الاول واحقق مبيعات اكتر لنفسي انا الاول. وما كانش في دماغي خالص موضوع ان انا اعمل كده للعملاء، وبالفعل عملت كده واخدت كورسات وطورت في نفسي وابتديت فعلا اطلع نتائج احسن بكتير جدا في المبيعات. وفي مره كنت بنزل بوست على جروب معين من المواقع اللي شغال فيها، وبقول لهم ان انا صرفت كذا وطلعت مبيعات كذا وان انا مبسوط وي وي الكلام ده كله. فبعديها لقيت ناس كتيره جدا داخله تكلمني وبتسالني بقى على شويه حاجات، واللي هو انا عايزاك مثلا ايه تشتغل معايا، تعملي الاعلانات الممولة بتاعتي، وتبقى انت المسؤول عن التسويق. وبالفعل ابتديت اشتغل مع اكتر من حد الحمد لله، وطلعت معاهم نتائج كويسة جدا. والموضوع كان لذيذ جدا وكان اكتر حاجة انا اتبسطت فيها في المجال ده هو لما في عميل في مرة نزل بوست على جروب بصورة البروفايل بتاعي وبيسأل الناس ان هو هيتعامل معايا، فالراجل ده مضمون وشغله كويس ولا لأ. والحمد لله دي كانت بعض نتائج الناس اللي اشتغلت معايا او الناس اللي عارفاني في الجروب. دي كانت بعض الكومنتات اللي ردوا بيها عليها. بالظبط اللي هو منزله كان منزل صورة البروفايل، وكاتب من اللي هو محتاج وسيط بيني وبين الراجل ده لان هخليه يعمل لي اعلان. ودي كانت الكومنتات دي كانت الكومنتات في طبعا ناس كانت ما كانتش لسه تعرفني، والحمد لله في ناس اشتغلت معايا وبدأت تكتب كومنتات وتشجع الراجل ان هو يبدأ يشتغل معايا. في منهم طبعا اللي اشتغل معايا، وفي منهم اللي عارفني وعارف شغلي عامة في العموم وسمع عن شغلي. وفي ناس طبعا يعني ما تعرفنيش، بس يعني من كتر الكومنتات والحمد لله العملاء اللي بتشكر، في ناس اكتر كمان دخلت بدأت تسألني وبدأت ان هي تشتغل معايا، وكانت بداية شغل الحمد لله مع عملاء كتير جدا. ودي اهم حاجة في الشغل ده بالذات، فكرة ان انت تبني سمعة، لان ده بيسهل عليك حاجات كتير فيما بعد، وان انت فيما بعد بتلاقي ان انت فعلا بيبدأ يجيلك عملاء وبتبقى الدنيا ما بينكم مريحة، لان الراجل خلاص يعني اوريدي واخد الثقة وسامع عنك سمع خير، فمش بيبقى داخل وهو مأخر رجل ومقدم رجل، لا بيبقى داخل ومتوكل على الله ثم عليك، ان شاء الله بإذن الله يبقى فتحة خير. مميزات بقى المجال ده في ان العملاء اللي بتشتغل معاها لما بتشتغل معاها بجد وبتبقى عايز تطلع لهم نتائج فعلا وبتحقق معاهم نتائج محترمة. اولا انت بتبني اسم وبتبني سمعة. ثانيا العملاء دي بتبدأ ترشحك لناس تانية، فبيبدأ يجي لك عملاء تانية يعني يعتبر من غير اي مجهود ومن غير ما تسوق لنفسك. ثالثا بقى ان العميل اللي بيشتغل معاك وبتطلع معاه نتائج محترمة بيفضل مكمل معاك شهور وممكن سنين على حسب بقى نوع البيزنس بتاعه. فبالتالي انت مش محتاج ان انت كل شهر تبدأ تدور على عملاء جديدة عشان تعمل فلوس. لا، انت ممكن بس لو يعني ركزت في ان انت يبقى معاك كام عميل بس فعلا تهتم بشغلهم وتطلع لهم نتائج وتكبر لهم شغلهم وتحس يعني وتتعامل على انه ده البيزنس بتاعك، العملاء دي هتفضل مكمله معاك شهور وممكن سنين. فانت بالتالي معاك كام عميل انت كل شهر بتكسب منهم كويس وكويس جدا كمان. لان هي قصة اللي انت بتتحاسب ازاي ليها اكتر من طريقة وهبقى اشرحها في فيديو تاني. بس الموضوع يعني كويس جدا ويعني ممكن بعاملين تلاتة اربعة تطلع لهم فعلا شغل كويس وتركز معاهم، ده تبدأ تطلع منهم مصدر دخل كويس جدا ليك. وبالمناسبة برضو دي بعض السكرين شوتس لبعض النتائج لإعلانات ممولة بعملها وبشتغل بيها للعملاء. دي كامبين صرف حوالي 10,000، دي كامبين صرف حوالي 28,000، دي كامبين تانية صرف حوالي 20,000، جايبة حوالي 6,159 مسج طبعا غير الكومنتات.
دي برضو كامبين تانية، بس دي الاوبجيكتيف بتاعها كان كونفرجن. كامبين جايبة حوالي 1740 كونفرجن، يعني حوالي 1740 اوردر على الويب سايت. وكامبين تانية جايبة حوالي 821 كونفرجن، اللي هو حوالي 821 اوردر على الويب سايت. بس انا هنا برضو يعني خافي برضو بصراحة التكلفة واللي اتصرف. لان الكيس ستادي دي بالذات انا هنزل عنها فيديو ان شاء الله بالتفصيل، وهعلم بقى على كل حاجة فيها وازاي قدرت اوصل لنتائج دي. دي برضو كامبينز تانية لعملاء تانية لمنتجات مختلفة. دي كامبين صرف حوالي 15,000. دي برضو كان كامبين بتاع كامبين تانية صرف حوالي 5,800. ودي كامبين تانية برضو صرف حوالي 8,900 جنيه، وده كان على منتج رجالي، ملابس رجالي شتوي. ودي برضو كامبين تانية على برضو منتج رجالي، كان هاي كول رجالي، صرف حوالي 6,900 جنيه. ودي برضو كان كامبين تو كامبينز صارفين حوالي 22,000. كامبين صرفة 11,000 والتانية 11,000. حوالي 22,000 على شوز حريمي أو كوتشيات حريمي.